سلام عليكم. أشكال الفنون كتيرة ومتعددة، لكن فن الكلام والحوار مع الآخرين هو واحد من أهم الفنون. في كلمة بتفرح، وفي كلمة بتزعل، وفي كلمة تجرح، وبرضه في كلمة بتشفي وتداوي الجروح. والإنسان الشاطر هو اللي يقدر يوظف الكلمة ويحطها في مكانها الصحيح. فن الكلام والحوار مع الآخرين هو واحد من أهم الفنون الإنسانية. فن الكلام واحد من المهارات الأساسية اللي لازم أي إنسان يكتسبها عشان يرتقي بشخصيته ويطورها. فمثلا لو جينا سألنا أي إنسان عن رغبته في إتقان فن الكلام والحديث الجذاب مع الناس، هنلاقيه عنده رغبة قوية إنه يتعلم الفن الإنساني ده. هنلاقيه عنده رغبة قوية في إنه يتعلم فن الكلام والحوار عشان يقدر يتخلص من الارتباك أو التلعثم اللي ممكن يكون بيحصل له أثناء الحوار، وعشان يقدر يبقى شخص مميز وكلامه حلو، وعشان يكون شخص مقبول اجتماعيا عند الناس. وهنا يا صديقي لازم تبقى واثق جدا إنك لو أتقنت النوع ده من الفن هتقدر تجمع أفكارك المشتتة، وهيبقى عندك قدرة كبيرة على التركيز وعدم النسيان، وهتقدر تفكر تفكير منطقي ومرتب، وهيبقى عندك قدرة كبيرة على إقناع الناس بأفكارك، وهتقدر تأثر فيهم وتأثر عليهم وتكتسب ثقتهم وتقديرهم ليك. علماء الاجتماع يا صديقي أكدوا على إن اللسان هو قلم القلب ورسول العقل، وإذا كان القلم أقوى من السيف فالكلمة المنطوقة هي أقوى منهم. الإنسان المتحدث اللبق بيبقى عنده قدرة كبيرة على إنه يسحر الناس اللي بتسمعه. كمان المتحدث المتملق بيبقى عنده مقدرة على إنه يخدع الناس اللي بتسمعه. والداعية بيقدر يشعل الأمة بأكملها بأفكاره وآرائه. وده بيثبت لنا يا صديقي إن الكلمة ليها تأثير مهم في حياتنا. كلنا يا صديقي عندنا رغبة قوية إننا نتكلم ونأثر في الناس اللي بتسمع لنا، لكن ده بيتطلب مننا إننا نقف مع نفسنا وقفة سليمة، إننا نمشي في الطريق الصحيح، إننا نبني مبادئنا عشان نقدر نوصلها للآخرين. ومن هنا يا صديقي جاءت أهمية إتقان النوع ده من الفن الإنساني الراقي، وهو فن الكلام والحوار مع الآخرين. وعشان نقدر نتقن فن الكلام والحديث مع الآخرين فهنا لازم نتمتع بالمقدرة الكلامية والمقدرة الإقناعية. وفي الحقيقة يا صديقي كل واحد مننا يقدر يحقق الغاية بتاعته في إنه يخاطب الناس بثقة وقوة إقناع، لكن ده هيتم لو قدر يتعلم ويتقن فن ومهارة الكلام مع الآخرين، لو قدر يتدرب على ممارسة النوع ده من الفنون. وأول خطوة يا صديقي بتساعد الإنسان على إنه يتقن النوع ده من الفنون هي الثقة بالنفس. فقبل ما تتعلم أصول الكلام أو قواعد التحدث لازم تتعلم إزاي تقضي على مخاوفك، لازم تتعلم الشجاعة، لازم يبقى عندك شجاعة الكلام في مكان عام أو حتى مع جماعة ما يزيدش عددها عن 4 أو 5 أفراد مبدئيا. فلو قدرت تعمل ده فثق تماما يا صديقي إنك هتقدر تتغلب على عقدة الخوف من الكلام، واللي بتعتبر مشكلة كبيرة عند كتير من الناس. تأثير الكلمة يا صديقي على نفسية الإنسان أقوى من أي تأثير تاني، سواء كان نفس معناها مكتوب أو مرئي. فالكلمة المباشرة المسموعة لها قوة غريبة وفعالة، وتأثيرها النفسي على الإنسان بيكون سريع وقوي. وأكبر دليل على كلامي يا صديقي إن في كلمة بتضحك، وفي كلمة بتبكي، وكلمة تجرح، وفي كلمة تشفي. الكلمة يا صديقي هي الوسيلة اللي بنقدر من خلالها إننا نعبر عن مشاعرنا النبيلة، اللي بنقدر نعبر بيها عن رغباتنا العميقة. ومنذ قديم الأزل والإنسان بيستخدم الكلمة يا صديقي عشان يقدر يعبر بيها عن عواطفه ومشاعره وأمانيه وآلامه، عشان يقنع الآخرين بآرائه وأفكاره. الكلمة مش بتخلق المشاعر العاطفية بس، لأ، دي كمان بتخلق الأفعال. وتأثير الكلمة لا يقتصر على بلد معينة أو على شعب معين، لأن الكلمة بتأثر على النفس البشرية دون استثناء. عشان كده يا جماعة لازم كلنا نتقن فن الكلام والحوار مع الآخرين.
الفن اللي بيساعد الإنسان على الارتقاء بشخصيته، واللي بيساعده على تطويرها من خلال الكلمات الفعالة اللي بيقدر يستخدمها، الكلمات الجميلة، الكلمات الممزوجة بالصدق والحيوية والعقلانية. وبس يا صديقي، لحد هنا وخلص الكلام. يلا سلام.